يعني هي لو كانت ست ب100 راجل جايبة معاها العيال ومش لابسة دبلة، شكلها بتدور على عريس جديد. دي مش بتتكسف. شايفة هي دي الست اللي جوزها طلقها؟ يا ابني بصراحة احنا بندور لك على حد من عيلة كويسة. دي مطلقة. ايه كفاية انا تعبت خلاص. هو انا عملت ايه عشان استاهل كده؟ حد يقول لي انا ذنبي ايه؟ عمرك سألت نفسك يعني ايه واحدة تبقى مطلقة؟ يعني ايه واحدة قررت تضحي ببيتها وأسرتها؟ يعني ايه تقرر تهرب من جحيم كان اسمه بيت زوجية وتدخل جحيم تاني اسمه نظرة مجتمع؟ الموضوع مش بسيط، واللي بيحصل بعد الطلاق ساعات بيكون أوجع من الطلاق نفسه. أهلها أول ناس المفروض يساندوها، بس للأسف بيبقوا أول ناس يهددوها. لو اتطلقتي ما تجيش عندنا، هتبقي عار علينا. وحتى لو رجعت غالبا بيرجعوها بذل، بحصار، بقيود. ويا سلام بقى لو معاها طفل، بتشيل مسؤولية أضعاف نفسية ومادية، وهو بيتحايل على المحكمة ويدفع 2000 جنيه، يعني أقل من تمن البامبرز في أسبوع. وقتها تبدأ تدور على شغل، بس هل هتسلم؟ لا طبعا، كل يوم استغلال. صاحب الشغل عينه مش بريئة، والزملاء بيبصوا لها كأنها فرصة، وجيران وأهل بيخافوا منها على الرجالة بتاعتهم. حتى الأصحاب ما بقاش عندها أصحاب، والمجتمع أصدر حكمه من زمان. هي السبب اللي خربت بيتها، المفروض كانت تستحمل. والدين اتحصر في فتاوى ضدها، رغم إن الدين الحقيقي بيكرم المرأة وبيحفظ كرامتها، لكن للأسف مش بيحصل الكلام ده. ولما يجي بقى العريس المنقذ، يا ترى مين؟ عازب صغير بيلعب، أو راجل كبير معقد ومتلخبط، أو مطلق بيدور على فرصة ببلاش، أو متجوز عايزها مؤقت ويقول لها مش هقدر أكتب لك حاجة عشان مراتي، ويبقى كل اللي عايزه متعة سريعة، وبعدها يدور على غيرها. يعني بعد ما طلعت من علاقة فيها قهر تدخل سلسلة من الذل والاتهامات والحرمان. في بنات لسه ما كملوش 30 سنة بس شالوا فوق سنهم أضعاف، وجروحهم مش باينة بس عميقة قوي. عشان كده مش هقول حل دلوقتي، بس هقول كلمة حق لكل طرف. للأهل احتووها، دي بنتكم مش عار. للطليق خاف ربنا، اللي عملتوها يترد في أقرب الناس ليك. للمجتمع غيروا نظرتكم، المطلقة مش وصمة، دي إنسانة اتظلمت. وللمطلقة فكري بعقلك واعملي اللي يرضي ربنا ويرضيكي، وما تبقيش لوحدك، احنا معاكي. يا رب اشفي كل قلب موجوع، واكتب الطمأنينة لكل واحدة بتدور على الأمان، وارزق كل مطلقة راحة بال وسند حقيقي، وسخر لها اللي يعوضها خير عن كل اللي فات. لو الفيديو ده لمس قلبك شاركيه، يمكن يوصل لحد محتاج يسمعه دلوقتي. ولو عندك تجربة أو مشكلة ابعتي لنا رسالة، واحفظ الله بيوتنا جميعا. دمتم في أمان الله.